السلام عليكم، معكم هشام العبادي ديريكتور كوميرسيال ديال مجموعه معاهد اكسل. اليوم كنتواجدوا في ملتقى مراكش للتوجيه والاعلام. هذا الملتقى عندنا في النسخه الثانيه اللي كتحتضنوا مدرسه اكسل اكاديمي اللي كاينه في تارقه، واللي كيميز هذا الملتقى هو بالمجان ومفتوح للتلاميذ والاباء ديالهم. كيحضروا فيه معاهد عليا وجامعات ومدارس التكوين المهني الخاص ومدارس التكوين المهني وجمعيات، وكاين جمعيات ديال التكوين خارج ارض المغرب، يعني الطلبه ديالنا اللي بغا يخرج على برا كنوفروا لهم باش يكملوا القرايه على برا. بالنسبه الى هضرتكم على مجموعه معاهد اكسل، حنا كنهتموا بعده مجالات، ومن بين هذه المجالات كاين عندنا مجال الصحه والمجال ديال الميديا والمجال ديال البناء البي تي بي والمجال ديال الجيستيون والكوميرس، وعاد زدنا مجالات ديال الالكتروميكانيك وديال الالكتريسيتي، وزدنا المجالات ديال الستيليزم. دونك دخلنا بزاف ديال المجالات اللي كنهتموا بالشباب ديالنا باش يكون عندهم الانتيغراسيون بالزربه في سوق الشغل. دونك هذا الامتياز اللي كاين عند اكسل راجع الكاليتي، يعني الجوده ديال التعليم وكذلك الانتيغراسيون في سوق الشغل. هادو اللي كنبازيو عليهم، وشكرا لكم. السلام عليكم، انا ساره تمار من مؤسسه عبد الرحمن التاهيليه الثانويه التاهيليه، دايره علوم رياضيه السنه الثانيه بكالوريا. وجينا لهذا الملتقى اليوم باش ناخذ معلومات اكثر على التوجيه ديالنا فيما بعد البكالوريا. كان ملتقى مزيان بزاف، حيت عرفنا بزاف ديال المدارس الجداد ما كناش كاع عارفينهم، عرفنا بزاف ديال التخصصات اللي ما كناش عارفين كاع واش كاينين في المغرب، كنا كنطمحوا ان نمشيو نقراو عليهم برا. فاش جينا اليوم واكتشفنا هاد الحاجه المزيانه هادي وهاد المعلومات هادو اللي مزيانين، زعما قررنا ان نبقاو في بلادنا ونفرحوا، زعما حيت كاينين مدارس بصح كيعطيونا هاد لي زوبورتونيتي باش نقراو على شي حاجه اللي مزيانه اللي ما كناش كنتوقعوها كاع واش كاينه هنايا. دونك كانت اليوم مبادره مزيانه، استفدنا منها بزاف، خدينا معلومات جديده ما كناش كاع عارفينهم، ونتمنوا انها تبقى تعاود كل عام التلاميذ اللي جايين من مورانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الاسم الكامل ياسين أيتبو، خبير في الاستشارة والتوجيه هنا بمدينة مراكش. أولا جد سعيد بحضوري اليوم معكم هنا في هذا الملتقى التوجيه التربوي والإعلام هنا في مراكش. كنشكر جزيلا كل المنظمين الساهرين على هذا الملتقى الرائد والرائع اللي في الحقيقة عرف واحد الإقبال كبير من طرف الطلبة بمدينة مراكش، وهذا هو اللي كيأكد مرة أخرى على أهمية ديال التوجيه بالنسبة للطلبة، خصوصا في المستوى الثاني بكالوريا. اللي جديد هذه السنة هذه هو أن مؤسسة اكسل أكاديمي مشكورة، يعني عرفت تنظيم التظاهرة بواحد التنظيم اللي هو جد محكم، وتنظيم اللي ارتاحوا ليه جميع الطلبة، خذوا المعلومات اللي هي كانت أساسية ومهمة للرقي بمستوى التوجيه في المغرب. إذا الفكرة الأساسية هذه السنة هذه هي أن التوجيه ما بقاش فقط محطة من المحطات اللي كيدوز منها التلميذ في المستوى الثاني بكالوريا، مي خصو يبداها من المستويات الصغرى، يعني من الابتدائي ثم الاعدادي، في اطار ما يسمى بالمشروع الشخصي للتلميذ. اذا كنشكروا كل الساهرين والقائمين على هذه التظاهره هذه، خصوصا الاعلام المواكب لهذه يعني اللحظه التاريخيه اللي غادي تبقى بصمه في يعني اذهان ديال جميع التلاميذ المستفيدين. كي كتلاحظوا كاين معنا مجموعه ديال المؤسسات، مجموعه ديال المعاهد، مجموعه ديال الانظمه التربويه والمتخصصين في التوجيه اللي حاضرين معنا اليوم باش يشجعوا الطلبه هذه ويقربوهم اكثر ما هو التوجيه، ما هي التخصصات اللي ممكن يبنيو بها المستقبل ديالهم. وشكرا لكم على الاستضافه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق في القادم من الملتقيات بحول الله وقوته. شكرا لكم.